حابب اشارك معاكم قصه. انا من مده كده كنت بستخدم تطبيق، كنت بستخدمه في ان هو يعمل سكان لاي ملفات انا عايز اعملها سكان. بس كانت مشكلتي مع التطبيق ده هو دايما في ووتر مارك او في علامه مائيه كده بتبقى موجوده في الابلكيشن. كل صوره انا بعملها سكان، وعلشان اشيل العلامه دي لازم اشتري ابلكيشن، وانا مش حابب ان اشتري ابلكيشن. عملت سيرش، وصلت التطبيق بتاع مايكروسوفت لينز، قلت هدخل اجربه. لقيته اول حاجه كده فري. انا حبيتك لما لقيتك فري. لقيت فيه شويه فيتشرز هنتكلم عنها في الفيديو ده برضه، عشان كده لازم تكمل معانا الفيديو للاخر. فيتشرز سهل عليا حاجات كتير، وخلاني احس ان انا عندي نيدز او عندي احتياجات ممكن البرنامج ده بيوفرها لي انا ما كنتش اعرفها قبل كده اصلا. يعني كان في الابلكيشن الاولاني كان كل مشكلتي ان انا عندي صوره عايز اسكنها وخلصت. كان عندي مشكله في الووتر مارك اللي بتبقى مكتوبه قدامي في كل صوره، ودي شالها لي. انا خلاني الابلكيشن مجاني بالكامل، استخدمه بشكل مجاني ومفيش عندي حدود، فليه لا كملت معاه الابلكيشن. عشان كده هشارك معاكم الفيديو ده النهارده علشان تعرف اكتر عن الابلكيشن. تعالوا نشوف ازاي ابلكيشن زي مايكروسوفت لينس بيشتغل، وايه هي الفيتشرز، وليه اصلا انت تستخدم ابلكيشن، وليه انا اصلا بقول عليه واو، بقول